السلام عليكم مشاهدينا الكرام. إليكم آخر استعدادات المنتخب المغربي للسيدات قبل مواجهة منتخب السنغال في كأس إفريقيا 2026. يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم النسوي بقيادة المدرب الإسباني تحضيراته المكثفة استعدادا لمواجهة المرتقبة أمام المنتخب السنغالي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة كأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026. خاضت لبؤات الأطلس حصة تدريبية وأخيرة وسط أجواء إيجابية ومعنوية مرتفعة بعدما حققت انتصارين متتاليين في الجولتين السابقين، ما عزز حظوظهن في إنهاء دور المجموعات بعلامة كاملة. ركز الجهاز الفني خلال التدريب على جوانب تكتيكية وتحسين سرعة الانتقال بين الدفاع والهجوم، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية. ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة عروض قوية أمام الجماهير وتأكيد جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة، بينما يدخل المنتخب السنغالي اللقاء بطموح وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الاثنين 3 غشت 2026 على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، وسط حضور جماهيري منتظر لدعم لبؤات الأطلس. يتوقع أن يعتمد المدرب على أبرز العناصر المنتخبة، في مقدمتهم سناء التي تألقت في المباراة الماضية ونالت جائزة أفضل لاعبة، إلى جانب باقية اللاعبات اللواتي قدمن مستويات مميزة